السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا مقلوبة والعواجل نازلة ترف من بعد حاملة الطائرات اللي دخلت والأسلحة اللي دخلت، وترامب بيقول حاصرنا إيران وعملنا عليها كماشة وهنتفاوض. تخيل كده، نفس الكلام في الضربة اللي فاتت. كان باعت الطيارات تضرب، وكان بيقول والله احنا هنمنحكم أسبوعين. في دلوقتي تصريحات خطيرة من الجانبين ومن الطرفين ومن أعزكم الله الجرذان. أول بس نحاول نتفاعل مع القناة، لأني طبعا لسه مقيدين القناة المليونية والفيديوهات هنا ما بتوصلش، عايزين تفاعل أكتر شوية. في احتمال، يعني في محللين بيتوقعوا ان الساعة السادسة صباحا هتبدأ الضربة الأمريكية على إيران. وفي كلام عن ان إيران بتدرس خطوة استباقية وضربة استباقية علشان ما تقعش في الغلطة اللي وقعت فيها المرة اللي فاتت. قبل ده وده خلينا نشوف بنات زايد بيقولوا ايه. قال لك على طول تصريحات نازلة دلوقتي. بنات زايد بيقول لك اني اهو عاجل الخارجية الاماراتية نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام اجواءنا او اراضينا او مياهنا في اي اعمال عسكرية عدائية ضد ايران. الخوف حلو يا ولاد، الخوف حلو يا ولاد، والرعب حلو يا ولاد. دي ناس تخاف ما تختشيش، ما هم عارفين. قلنا الكلام ده، قلنا لو اخذ قرار ترامب بضرب ايران فهو بياخد قرار بضرب الخليج والاستيلاء على النفط بشكل غير مباشر، وزي ما خد فنزويلا هياخد الخليج عن طريق ضرب ايران مش ضرب الخليج، لانه عارف ان ضرب ايران هيفضي الى ضرب الخليج، وبالتالي هتبقى سداح مداح. واللي يحلق ولو كان بيعترف بقوانين ما كانش عامل اللي عمله في فنزويلا وانسحب من منظمة الصحة العالمية وخلاص. النهارده دلوقتي قال لك من أشد منا قوة، قال لك ما فيش حد على الأرض يقدر يواجهنا ولا يقدر يكافئ قوتنا. احنا عارفين ان الغلبة لرب العالمين وان الله غالب. وبعدين ربنا ضرب بالأمثال دي في القرآن. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ها بعدين عادوا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة. إنما الكلام ده ما تقوليش هو غير مسلم مش عارفه، لا عارفينه بالضرورة. دول عارف، دول معلنين المعركة. بيقولوا لك ما بين كفر وإيمان. وزير الخارجية الأمريكي كاتب على إيده كافر. في سوريا حاطين على الدبابات كلمة كافر بالعربي. في تصريحات، في تصريح للسيد خامنئي. قال لك السيد خامنئي نحن على موعد مع معركة كبرى، نحن على موعد معركة كبرى ومصيرية، معركة إسلام وكفر، فمن كان معنا أهلا به ومن لم يكن معنا سيكون مع عدونا. هل أنتم مع ابن الزهراء في هذه المعركة؟ طبعا ده هو دي تغريدات بيكتبها، خامنئي على تويتر. دي تويتات وتغريدات بيكتبها على تويتر. الموقف بقى الرسمي العسكري دلوقتي اللي هو إيران أحوالها إيه تجاه الكلام دلوقتي اللي داير دلوقتي. ترامب الاول بيقول لك هل يستهدف، هل طبعا روسيا اليوم بتقول لك هل يستهدف ترامب ايران رغم التحذيرات. افادت صحيفه وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين امريكيين ان حامله الطائرات ابراهام لينكولن وثلاث سفن حربيه مرافقه وصلت الى منطقه الشرق الاوسط. وأضاف المصدر ذاته أن واشنطن نقلت أنظمة دفاع للمنطقة لحماية حلفائها ومنشآتها من هجمات إيرانية مضادة. ده اللي احنا بنأكد عليه مرارا وتكرارا. ان الضرب مش هيبقى ضرب ايران.
انما هيبقى ضرب الخليج. ضرب ايران يعني قرار بضرب الخليج. فهم دلوقتي هيبعتوا القوة اللي عندهم على اساس ان هو يضرب ويلاقي. هيضرب ايران على حد زعمه، لان يقول لك احنا عندنا اسلحة سحرية، ان رحنا جبنا رئيس فنزويلا بسلاح سري سحري كده، جبناه كده ما حدش عرف ايه اللي حصل. يعني ايكم ياتيني بعرشها. ما شاء الله عايش ترامب، عايش دور سيدنا سليمان يعني. طبعا ايران معروف عندها اسلحه جباره، عندها دوله تحت الدوله يعني، والا كانت قلبه وقومه وخلصوها زي ما عملوا في لبنان، لان لبنان مش دوله كامله بتحاربهم انما مجموعات، وطبعا استخدموا معاهم القوه الغاشمه والبتاع، وزي ما في اراضينا المحتله. انما ايران دي حاجه تانية، قصه تانية وحدوته تانية. واتسبق وضربوا وسبق وشافوا شيء من اللي عندها، شيء مش كل شيء، شيء. فايران بتقول اني خلاص انت هتضرب استحمل، هتحضر العفريت استحمل، استحمل اذاه، هتضرب الضربه. فبالتالي هم مدركين انها المعركه الاخيره. قال لك في غضون ذلك قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان قائد القياده المركزيه الامريكيه بحث مع رئيس اركان الجيش الاسرائيلي التنسيق الدفاعي المشترك اذا شنت الولايات المتحده هجوما على ايران، ما قد يؤدي الى اطلاق صواريخ باليستيه باتجاه اسرائيل. طبعا الحمايه ده رقم واحد. المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه حذر من تعرض بلاده لهجوم امريكي اسرائيلي، مشيرا الى ان الرد الايراني سيكون شاملا وحاسما، بينما قالت وزاره الدفاع الايرانيه ان ردها سيكون اكثر حسما وايلاما من ذي قبل. وفي موسكو قال المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ان الهجوم على ايران يمكن ان يزعزع استقرار الاوضاع في المنطقه بشكل خطير. فما هي الأهداف الأمريكية من وراء الهجوم على إيران، وهل ستؤدي إلى زعزعة واسعة للاستقرار في الشرق الأوسط؟ ده على جانب، وعلى الجانب الآخر إيران بتدرس إنها تعمل خطوة استباقية، وإنها تبدأ هي بالضربة طالما المواضيع بقى دخلت في الجد كده، طالما الحاملة جات وطالما بقى إيه هيبدأوا هما، لا نبدأ إحنا ونعمل ضربة استباقية. إيران تلوح بعملية استباقية إذا استشعرت عدوانا وشيكا. طبعا مفيش حاجة اسمها هتستشعر اللي هو ايه هيضربوا بومبا وبعدين ينتبه بقى فيجيب الصواريخ اللي مفيش كلام، هتضرب ده هي الضربة القاضية يعني. مفيش حاجة اسمها هتضربك وتستناك لما تجهز نفسك، انما قرب 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 روح لادعو قبل ما يخش. فهو التصريحات دلوقتي اننا هنتفاوض هنعمل ومش عارف ايه، وبعت وقال لك حاصرناه. ده على لسان ترامب بيقول لك ايه، تم محاصرة ايران محاصرة 100 ونقدر نحمي حلفائنا في نفس الوقت. حذر مقر خاتم الانبياء المركزي بصفته مقر قيادة العمليات الحربية في ايران اليوم الاثنين من أن أي تهديد يستهدف الأمن القومي الإيراني يخضع لمراقبة دقيقة، مؤكدا أن القرار المناسب سيتخذ في الوقت الملائم، وأن المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات غير مرغوبة تقع على عاتق الطرف المحرض. ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع في مقر خاتم الأنبياء المركزي تعليقا على التقارير الإعلامية والتهديدات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة وإسرائيل، قولوا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لا تراقب تحركات الأعداء فقط عند مرحلة التنفيذ، بل تتابع بدقة مراحل التشكيل والمؤشرات الأولية لأي تهديد يطاول الأمن القومي للبلاد، متوعدة بأنه سيتخذ القرار المناسب استنادا إلى التقييمات الميدانية وفي الوقت المناسب. وأضاف أن تصور إمكانية تنفيذ عملية توصف بأنها محدودة وسريعة ونظيفة ضد إيران تابع تقديرات خاطئة وفهم ناقص للقدرات الدفاعية والهجومية للجمهورية
الإسلامية. وده اللي احنا بنقوله وبنأكد عليه، ان ايران مش لقمة سهلة. ايران عندها اسلحة حقيقية بجد وحقيقي، ان لم تؤلم امريكا فقادرة انها تمحي دول عربية. يعني ان لم، يعني لو قلنا مش هتوجع امريكا، مش هتكافئ انها توقع اضرار بامريكا، لكنها يعني هتعمل دمار شامل حقيقي في المنطقة، زي ما روسيا بتتكلم، وزي ما كلنا النهاردة عارفين وشفنا جانب واحد. شفنا جانب واحد، احنا شفنا الجانب الواحد ده في أراضينا المحتلة لما حصل اللي حصل المرة اللي فاتت. انما المرة دي مش هتبقى ضربة زي الضربة اللي فاتت علشان يترد عليها لا، مفيش. الضربة القاضية، الضربة القاضية هيبقى معاها قاضية لله. واولهم اديكوا شايفين شيطان العرب طلع قال لك ايه؟ والله ابدا، ولا برا ولا جوا ولا بحرا ولا اي حاجه، ولا حد يعدي من هنا. روحوا تخانقوا بعيد من هنا، روح يا ابني تتخانق قدام بيتكم، منك له، ملناش دعوه. قال هو ملهوش دعوه، ولا السعودي ملهوش دعوه، ولا البحريني ملهوش دعوه، ولا مش عارف ايه القطري ما هو كلهم طلعوا حزمه واحده وحاجه واحده. انما هي معركة مع الله في المقام الأول. فتفتكر مين يكون غالب؟ الله غالب، ولو كره من في الأرض جميعا.